ايه اللي حصل معاكم امبارح؟ وحصل امبارح جينا هنا حضرتك عشان بنطالب بميه نشرب. كانت الميه قاطعه عليها 3 ايام. اخذنا وعود من سكرتير المحافظ ومن مسؤولين هنا. اخذنا وعود من سكرتير المحافظ والمسؤولين ان الميه حتجينا. فعلا الميه جات ساعه. الميه جات ساعه وبعد كده قطعت لغايه دلوقتي. يعني بيدونا مسكنات. كل ما ناجي نتظاهر هنا او نقول حنعتصم يجيبونا الميه ساعه وبعد كده الميه تقطع. والفن بتاع المنطقه اللي هو ماسك المحطه دلوقتي طلع بعربيه فوق بنكلموه بيقول ده بيديكم مسكنات. هو بنفسه قال كده. والاستاذ عادل وهيب بيقول ان احنا كذابين، المنطقه والناس دي كلها كذابه عشان بنستغل الموقف عشان نشرب. هل استغلال الموقف عشان نشرب؟ لو سمحت، قبل الثوره في خطوط ميه نزلت من الجماعه الحراميه، نزلوها تحت النصريه ونزلوا خطوط الحد بعد اللي مؤاخذه عند كوبري الثلاجه، واصله لحد الثلاجه، واصله لحد جماعه الهلايل اللي عند المطعم دول من تحت. مطرح ما يودوا يا عم. طب الوحده الصحيه في اي الصحيه اللي فيها دكاتره، الوحده اللي فيها عربيه اسعاف، ولا عندنا طريق اصلا توصلنا حتى عربيه حديث. مفيش ولا طريق. في فرن عيش في المنطقه ولا فيش جيب العيش من تحت. طب بالنسبه للمجاري والبنيه التحتيه كل يوم واحد يتكلم بس يا اولاد. عواميد الاناره فيها بس يا اخوانا يا جماعه وانا ما حدش يتكلم بس يا اولاد. احنا كلنا هنوصل. احنا حضرتك هتكلم كله يقعد ساعه. احنا حضرتك شرفنا بلقاء الجماهيري مع سياده المحافظ، والراجل تعاطف مع قضيتنا تعاطف جميل جدا، بس اللي تحت منه ناس مش على قدر المسؤوليه. خدت بال حضرتك؟ هو بيضربوا بكلامه عرض الحائط، خدت بالك، وما بينفذوش طلب وما هيوديه في داهيه غير الجماعه دول. اول حاجه خدت بال حضرتك، المستشفى عندنا ما فيهاش اي خدمات، وعندنا احنا في منطقه جبليه زي كده معرض للسعه عقرب، لتعبان، حيطه توقع عليك، حجر، عيال صغيرين بيلعبوا في التراب. خدت حضرتك؟ ما فيش عربيه اسعاف تنقل حاله طارئه للمستشفى العام. احنا قابضين على 3 تنفار ولا حاجه. وفي واحد اسمه حسن بجاموس بيقول بديكم مسكنات عشان انتم بتعملوا كده. احنا المنطقه قابضه على 3 مسجل خطر، والدنيا مظلمه عندنا. قام الشباب اللي زي الورد في المنطقه على قلب رجل واحد عمل اناره على الحساب الشخصي. خدت بال حضرتك؟ على حساب الشخصي بتاع المنطقه، وعلقوا كل اللمبات على الميديا. يعني كل المحافظ مدي وعد بينفذه ولا بينفذوه؟ احنا نطالب باقاله مصطفى السيد محافظ اسوان، مش عاوزين مصطفى السيد. المحافظ سيادتك، المحافظ اللي قبل منه قال لي حطلع طريق، سمير يوسف الله يرحمه قال حطلع لكم طريق بالحكروك لحد طلعنا طريق. اقل ما فيها يطلع 3-4 فناطيز ميه للمنطقه دي لغايه ما يمد الخط اللي هو وعد بيه، لغايه ما يحل مشكله الطرمبات اللي تحت، لغايه ما يحل مشكله السهريج. احنا كمواطنين مالناش، لكن هم في موقع المسؤوليه اقل ما فيها انه يدي تعليماته انه يطلع 3-4 فناطيز ميه تسقي العيال الصغيره دي ميه. من 4 ايام العيال الصغيره مش عارفين يشربوا ميه. هو لو عنده